كانت بتقول لي انت اعظم اب في الدنيا. انا ما بكذبش، لو بكذب كنت كسبت في النيابه. عايش وسط ابوه وامه بيشم بودره. الاقيها بتتجوز عرفي مش من ده لواحد تاني وفي السجن مش عارف اسكت. انا متخيل المستشار محمد اهو عارفه بدون اي سبب بقيت انا في العربيه بلاقي عليا ان انا اخد امتياز شهر. قاضي بيته من الامتياز فضيحه. بنزل كده من تحت بيتي جايه وسويت 10 سنين شايف وريك قالوا عايزينك اروح تفتيش مين انت عملت؟ لا ما عملتش حاجه. المسيح بترسلوا لي في الموضوع. لا انت انا مش عارف اشتغل يعني متجوزه الان في شهر 9 ورافع عليا مثلا شهر واحد. طب بتقولي الان انا كده هاخد احكام عليه بس مش هحبسه عشان ابو ده. اديني تصريح اجيب ان انا حواليها 2 مليون بص. انا نفسي اجيب حد من اهلها هنا يحط ايده على مصحف. عندي بنت عندها 13 سنه اسيبها كل يوم لراجل تاني واروح لبنتي اقول لها هتعدل ايه المشكله؟ راجل بتاع كازينوهات وغسيل اموال. انا اسيب ولادي واحد بتاع كازينوهات وغسيل بس اربعه بقى كل شيء. هل تخيلت يوما أن يسقط رجل العدالة من فوق منصته الخشبية إلى قفص الاتهام الحديدي؟ قصتنا اليوم ليست مجرد جريمة قتل عادية، بل مأساة إنسانية معقدة فصولها كتبت بمزيج من الحب المفقود والحرب القضائية الضروس والغضب المكبوت. إنها حكاية مستشار سابق في مجلس الدولة، رجل قانون من الطراز الرفيع، تجرد من كل مبادئه ليصبح متهما بقتل طليقته وإصابة مستقبل أطفاله الثلاثة في مقتل. في هذا الفيديو سنضع أيدينا على الجرح لنفهم كيف بدأت الحكاية من خلاف على نمط الحياة، وكيف تحولت إلى 3 رصاصات أطلقت ببرد بارد في ممشى سياحي مزدحم. ستعرف التفاصيل الكاملة لاعترافاته والتطورات الأخيرة في القضية، والإجابة عن السؤال الأهم: متى يصبح القهر أكبر من أن يتحمله بشر؟ لنعد بالزمن إلى الوراء قليلاً. بدأت حكاية محمد ولميس في عام 2011 كأي قصة حب طبيعية، توجت بالزواج وأثمرت 3 أطفال. استمرت الحياة ل10 سنوات كاملة، كانت فيها أيام سعيدة وليال قضوها في ألفة وأنس وحب. لكن تحت هذا الهدوء الظاهر كانت هناك براكين على وشك الانفجار. نقطة التحول الأولى كانت في عام 2021. هنا اختلفت الرؤى تماما. وفقا لاعترافاته بدأت طليقته في تغيير نمط حياتها وأصرت على خلع الحجاب وارتداء ملابس اعتبرها هو غير مناسبة لبيتهم المحافظ. دامت هذه المشاكل حوالي 7 أشهر، انتهت في يوليو من نفس العام بالطلاق الرسمي. لكن الطلاق لم يكن نهاية المأساة، بل كان الشرارة الأولى لحرب أهلية باردة داخل أروقة المحاكم. لم تنتهي العلاقة بانفصال الورق، بل تحولت إلى حرب قضائية شرسة. يقول المتهم في اعترافاته التي سنعرض تفاصيلها: من ساعتها فضلت ترفع علي قضايا أسرة وتشتكيني في التفتيش كل شوية بشكاوي كيدية. هو يصفها بالكيدية، بينما كان غرضها من وجهة نظره هو التشهير بسمعته وتدمير مستقبله المهني. هذه الضغوط لم تكن مجرد كلام على ورق. الرجل الذي كان يجلس على منصة القضاء ويحكم بين الناس وجد نفسه فجأة متهما في قضايا نفقة وأجر مسكن وحضانة، وأمام لجان تفتيش قضائي تهدد مسيرته التي بناها طوال عمره. وتحت وطأة هذه الضغوط أجبر على تقديم استقالته من مجلس الدولة عام 2024. خرج من منصبه الرفيع وحاول أن يبدأ من جديد، فاشترى شقة دوبلكس وسجلها باسمها محاولة لاحتوائها، بل وترك عمله وافتتح محل حلواني بسيط ليتمكن من توفير النفقات المطلوبة منه. لكن كل هذه التضحيات لم توقف الحرب. وهنا نصل إلى نقطة الانفجار الكبرى. قبل وقوع الجريمة بشهرين علم المتهم أن طليقته تزوجت عرفيا من شخص آخر، والمفارقة الكبرى أنها استمرت في الإقامة داخل مسكن الزوجية بمنطقة اللبيني في الهرم مع أطفالها. تخيلوا هذا المشهد: هو يدفع ثمن السكن والنفقة، وهي تعيش حياتها الجديدة تحت سقف بيته. يصف المتهم هذه اللحظة بأنه جعلته يشعر أنه خسر كل شيء: بيته وأولاده وشغله. الأكثر إيلاما حسب روايته أنها عندما طلب منها نقل ملكية الشقة لأبنائها رفضت، وقالت له: أنت مش هتعرف تثبت إني متجوزة أصلا.
هنا تحول الإحباط إلى غضب أعمى، وبدأت فكرة الجريمة تتبلور في ذهنه. لنستمع الآن بقلب واع إلى كيف خطط رجل القانون لهذه الجريمة ونفذها. يقول إن فكرة القتل كانت تراوده منذ حوالي 5 أيام فقط قبل وقوعها. خطته كانت مراقبته لمدة 5 أيام كاملة. كان يذهب كل يوم ويقف أسفل منزلها في الهرم، وفي يده طبنجة والده منتظرا اللحظة المناسبة. في يوم الجريمة 8 يوليو 2025 بدأ مراقبته من الساعة 11 صباحا. انتظر 9 ساعات كاملة حتى نزلت في 8:30 مساء. تخيلوا هذا القدر من التصميم البارد. استخدم سيارة أخيه السوداء لتجنب لفت الإنذار، وتتبعها حتى الممشى السياحي في سيتي بارك بمدينة 6 أكتوبر. عندما وصلت وركنت سيارتها، شاهدها تركب سيارة BM بيضاء مع شخص آخر. في هذه اللحظة قال في اعترافاته دي فور سيتي. ترجل من سيارته بسرعة، أخرج الطبنجة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لتفريق المارة، ثم اتجه مباشرة إلى النافذة التي تجلس بجوارها وأطلق عليها 3 رصاصات في جسدها. وصف هو نفسه هذه اللحظة بقوله ملحقتش تتكلم ولا تقول حاجة. مسح ذاكرة 10 سنوات من العشرة ب3 طلقات، وبعدها ترك الجثة وهرب من المكان، لكن تم القبض عليه بعد ذلك. ولأن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، دعونا نتعرف على آخر المستجدات القضائية. اليوم بعد مرور شهور على الجريمة، لا يزال القضاء ينظر في القضية. في أحدث جلسة قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المستشار السابق إلى شهر يونيو 2026 المقبل. النيابة العامة كانت قد أحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. قرار التأجيل هذه المرة جاء لسبب محدد: استكمال سماع أقوال شهود الواقعة من جميع الأطراف. الدفاع يحاول تخفيف العقوبة بناء على حالة الضغط النفسي والاستفزاز التي تعرض لها موكله، لكن اعترافاته المفصلة التي خطط فيها للجريمة مدار 5 أيام تضع عقبة كبيرة أمام أي محاولة لتبرير الفعل. والأطفال ال3 الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما يعيشون اليوم مأساة مضاعفة بلا أم ولا أب حاضن في انتظار كلمة العدالة الأخيرة. لنقف وقفة عقل. هذا الرجل ليس مجرما عاديا أو مدمن مخدرات، هو قاض سابق يعي جيدا مدى فداحة جريمة القتل، ويعلم أن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام، لكنه تحول إلى إنسان بلا عقل كما يقول المثل. ما فعله لا يغتفر، فقتل النفس من أكبر الكبائر. لكن لنكن صادقين، هناك فرق بين التبرير والفهم. هذه القصة المأساوية تطرح سؤالا صعبا: متى يصل القهر بالرجل، أي رجل، إلى نقطة ينتحر فيها أخلاقيا قبل أن يقتل جسديا؟ يبدو أنه لم يجد من يراجع هذه الزوجة من أهلها، لا أم تردعها ولا أبا يسيطر عليها. كان هناك تاريخ من العشرة وأيام حلوة وأولاد يفترض أن يكونوا حصانة للعائلة من الانهيار، لكن كل هذا لم يشفع له، فتحمل ما لا يتحمله بشر حتى انهار. الأكيد أن الجريمة لا تبرر جريمة، والقتل ليس حلا، لكن هذه الحادثة تبقى درسا قاسيا عن حدود الصبر البشري وعواقب الحروب الأسرية التي لا تبقي ولا تذر. شكرا لمتابعتكم، وإذا كان لديكم رأي في هذه القضية المعقدة فشاركونا إياه في التعليقات، فالحوار هو السبيل الوحيد للفهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في قصة أخرى. بسم الله الحق، بسم الله العدل، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله قائل في محكم التنزيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والصلاة والسلام على المصطفى القائل: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. سيد الرئيس الهيئة الموقرة، إن حضورنا اليوم أمام عدالتكم ليس لأداء مرافعة فحسب، وإنما هو حضور بتكليف رباني بأن نكون رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه أشداء وأقوياء كالبنيان المرصوص. نحن اليوم أمام جريمة هزت الضمير الإنساني قبل أن تدنس بها الأرض، لأنها في حقيقتها اغتيال لكل معاني الرحمة، فضلا عن أنها تجسد
كيف سقط شخص من قمة إنسانيته إلى درك وحشية غير مسبوقة. تلك الجريمة التي لا يختلف على توصيفها عقل ولا وجدان، حيث أنها تترك جرحا في ذكره الزمن من الصعب أن يندمج. إنها ليست وقعة رهبة ولا اندفاع ثانية، بل طريق طويل من التفكير ومسار ممتد من الإصرار انتهى بفعل محرم شرعا ومجرم قانونا ومرفوض إنسانيا. سيد الرئيس، آيات موقرة. تبدأ وقائع دعوانا من بيت كان مستقرا منذ عام 2011. أب وأم وثلاثة أبناء عاشوا معا 10 سنوات حتى دب الخلاف وانقرضت الردود الزوجية في عام 2021. وكان الأولى أن تطول الخلافات عند هذا الحد مراعاة للعشرة وحفظا للأبناء وصونا لبيت جمعهم يوما تحت سقف واحد. لكن المتهم لم يترك الأمور تنتهي بسهولة، لم يغلق باب الخلاف ولم يطفئ نار الخصومة حتى تمكن منه شيطانه فاستجاب له وصار عبدا لهواه، يحسب أنه يحسن سرعة وهو في الحقيقة يسير إلى الهاوية. من خصومة إلى حفظ، ومن حفظ إلى نية، ومن نية إلى تصميم. شهران كاملان سيد الرئيس، والفكرة الآثمة تسكن رأسه. فكرة القتل توقفه ليلا وتلاحقه نهارا حتى جاءت الأيام الخمس السابقة على الواقع، فلم تعد الفكرة خاطرا عابرا بل قرارا محكما. في تلك الأيام الخمس حسم الأمر وبدأ التنفيذ، ونسي أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالقصاص لكل مظلوم، فكان يجلس على المقهى المقابل لمسكن الزوجية، لا للجلوس ولا للراحة بل للمراقبة، يراقب خروجها، يحفظ مواعيدها، لمتابعة خط سيرها. وحاول تنفيذ جريمته أكثر من مرة، لكن في كل مرة كان يحدث ما يمنعه. تارة تتأخر في الخروج وليس ذلك منعه من التنفيذ وأثناء عن مخططه العدواني وفعله الإجرامي، وتارة أخرى لا تخرج ولا يتأول عن ذلك في الاعتبار واعتبرها إشارة ما عليه الجبار يتراجع عن ذلك القرار، بل ظل يحاول سيد الرئيس. وتارة وهو الأخطر كان ضميره يتدخل، كانت هناك حرب داخل النفس ما بين خير يذكره بعطرة الدم وبين شيطان يجره إلى الجريمة، لكن النفس كانت ضعيفة والشيطان كان أقوى، والشيطان لم ييأس حتى استسلم المتهم، حتى صار تابعا بعد أن كان قادرا على التراجع. ثم جاء اليوم رآها تنزل، تحرك خلفها، قرأ سيارته وراء سيارتها، جهز سلاحه الناري، أحكم تدخير الطلقات واستعد. نصف ساعة كاملة وهو يتبعها، لا تراجع لا تردد لا التفات، حتى وصل إلى المكان الذي رآه مناسبا للتنفيذ. مكان عام، ممشى يعج بالناس، لم يتراجع، أطلق طلقة واحدة في الهواء، لا تحذيرا ولا دفعا للخطر بل ليفرق الناس وليمنع أي يد قد تحول بينه وبين تنفيذ جريمته. ثم اندفع مغافلا واعترف أنه غافل، وبسرعة خاطفة أطلق 3 طلقات أدركتها في عداد الوفيات بلا رحمة. سقط المجني عليها ولم تكن تعلم أنه مكان النهاية وموعد الغواية، وأن شرا أريد بها، وأنها قد وقعت في شراك الغدر وبين مراتب القصة. وانتهى المشهد، وقالها بعد ذلك بلا مواربة: غفلتها وضربتها بسرعة، أنا مرتاح مش خايف وضميري مرتاح قدام ربنا. وإني لا أتساءل سيد الرئيس، وإني لا أتساءل يا محمد أي راحة ترجى بعد دم قد سفك، وأي طمأنينة تدعى مع وعيد الإلهي القاطع. ثم إلى الأبناء عمر وأحمد وحلا، 3 أطفال تركوا بلا أم، وأب اختار طريقا لن تترك العدالة في الأرض ولا في السماء. هذه وقائع دعوانا تحدث فيها الفعل قبل القول، ونطق فيها الدم قبل الادعاء، واكتمل بها المشهد بلا حاجة إلى افتراض. هذه هي الواقعة برمتها، هذه هي الفاجعة بما حوته من آلام وآثام، فماذا حديث القانون فيها؟ سيد الرئيس، أهات الموقرة، لن أقول في حديث أنتم أعلم به منا تحديث القانون بضاعة، وما هي إلا بضاعتكم فضلونا وردها إليكم. سيد الرئيس، الهيئة الموقرة، اتجه المتهم جناية قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما سلاحا ناريا معدا للإطلاق، موجها طلقاته لا ليصيب بل ليصيب مقتلا، ولا ليهدد بل لينهي حياة كانت يوما فجرا له وأما لأولاده. فاسمحوا لنا أن نستعرض أمام عدالتكم أدلة الإثبات في هذه الدعوة، أدلة متساندة متعاضدة يعضد أولها وآخرها،
ويشد بعضها بعضا حتى تبدو حقيقتي فيها واضحة لا لبس فيها، قاطعة لا تحتمل تأويلا، جازمة لا تعرف احتمالا. سيد الرئيس، نبدأ بركن الجريمة المادية بالفعل بإطلاق النار وبالنتيجة بالوفاة. حيث شهد الشاهد الأول زوج المبني عليها بأنه حال استقرار السيارة بصحبتها فوجئ بالمتهم يهرول مسرعا إلى الباب المجاور لمقعدها، لم يترك بابا، لم يلقي سلاما، بل أطلق الرصاص. عدة أعيان نارية استقرت بجسدها، استقرت حيث لا ينجو جسد ولا تبقى حياة، رآها بعينه وسمع صوت الطلقات بأذنه ويشهد سقوطها أمامه قتيلة بفعله. وعزى قصده إلى القتل لا إلى تخويف ولا إلى إصابة العارضة. ويعضده في ذلك الشاهد الثاني ملك بعض السيارات الذي لم إلى سمعه دوي إطلاق أعيان نارية، فهم لاستجلاء الأمر، فرأى المتهم يطلق صوبا مبنية عليها عدة أعيان نارية أحدثت إصابتها وأولت بحياتها، فعزى قصده كذلك إلى القتل العمدي الصريح، قتل مباشر، قتل ظاهر، وفعل لا يقتل الهدف. وينتقل إلى شهادة العقل والتحري. الشاهد الثالث المقدم محمد راغب رئيس مباحث اسم شرطة أول أكتوبر، الذي دلت تحليلاته السرية على وجود خلافات أسرية بين المتهم والمبني عليها كونها طريقته، فلم يحتمل فراقا ولم يرد قضاء، فعقد العزم على قتلها. أعد سلاحا ناريا وعقرها 5 أيام، تتبع خطاها، توقف لحظة انفرادها حتى إذا وحدته الفرصة يوم الواقعة صوب نحوها 3 طلقات استقرت في أنحاء متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها. أما الدليل الفني هو الشاهد الذي لا يكذب، حيث سبب تقوية الصفة التشريحية أن إصابتها حيوية حديثة ذات طبيعة نارية مفردة من عيار 9 مللي أطلقت من سلاح معدل الإطلاق، وأثبت التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابة النارية بالرأس والصدر والظهر، وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا وتهتك بالرئة ونزيف دموي إصابي للمخ وتجويف الصدر أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية من ثم الوفاة. أي أن الطلقات لم تطلق في الهواء ولم تصوب إلى الأطراف، بل وجهت إلى مواضع قاتلة. وقرأ التقرير بأن الواقعة جائزة الحدوث بالكيفية والتصوير الواردين في مذكرة النيابة العامة، فجاء العلم مؤيدا للرواية والطب شاهدا على الجناية، وثبت أن السلاح المضبوط مسدس ملكة حلوان صناعة مصرية عيار 9 مللي كامل وسليم وصالح للاستخدام، وثبت كذلك أن الفوارق المضبوطة وعددها 3 سبق إطلاقها باستخدام سلاح ناري واحد وهو ذاته السلاح المضبوط. سلاح واحد، طلقات 3، جسد واحد ووفاة واحدة، تسلسل منطقي، ترابط فني، يقين علمي لا يترك في النفس شبهة. ويبقى الركن المعنوي، هل قصد المتهم القتل؟ الجواب قاله بلسانه قبل أن نقوله نحن، فقد أقرت تحقيقات النيابة العامة بتعديه على المبني عليها مستخدما سلاحا ناريا طبنجة، قاصدا من ذلك إزهاق روحها. إقرار صريح واضح لا لبس فيه ولا غموض. قصد اتجه إلى إزهاق الروح، وإرادة استقرت على إنهاء الحياة، فاجتمع الفعل والإرادة، واجتمع السلاح والنية، واجتمع الإعداد والتنفيذ، فاجتمع الركن المادي، واجتمع الركن المعنوي، واجتمع القصد الجنائي. قصد ثابت راسخ سابق. سيد الرئيس، هذه الموقرة هذه أدلتنا، شهادة عين وشهادة سمع وتحري وطب ومعمل وإقرار المتهم، كلها تلتقي عند نقطة واحدة، أن المتهم عقد العزم وأعد السلاح وترصد المجني عليها وأطلق النار، فقتلها عمدا سبقا وإصرارا. جريمة لم تكن وليد لحظة ولا بنت انفعال، بل ثمرة خصومة وسابقة تفكير وخطة تنفيذ، ونار أطلقت عن قصد لا عن عرض. سيد الرئيس، من يراقب 5 أيام لا يقتل صدفة، ومن يصوب إلى الرأس والصدر لا يريد إصابة فيها عارضة، ومن يطلق 3 طلقات لا يبتغي إلا نتيجة واحدة، القتل القتل القتل. وتلك هي حقيقة واضحة جلية ثابتة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تقبل جدلا. سيد الرئيس، الآية الموقرة: إن الدم إذا سفك بغير حق فلن يغسل إلا بالعدل، وإن الجريمة إذا مرت بلا حساب اهتز الأمن وضاع الأمان. هذه ليست مرافعة انفعال ولا خطاب شفقة، بل بيان حق يطلب كلمتكم وعدل ينتظر حكمكم. من ظن أن القتل راحة سيعلم أن الراحة لا تمنح سافك دم، ومن ادعى الطمأنينة سيوقن أن العدالة لا تجامل ولا تهاجم ولا تنسى. نضع بين أيديكم دعوة اجتمع